السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بموعد مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب بوليفيا وكذلك القنوات الناقلة والمعلقين. وهذه ستكون هي المباراة الودية الأخيرة لمنتخب الجزائر قبل خوض غمار كأس العالم وأولى مبارياته أمام الأرجنتين. ولكن قبل أن نعطيكم الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين، دعونا نرى في التعليقات توقعاتكم لهذه المباراة، ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. مباراة الجزائر وبوليفيا تأتي في إطار التحضيرات النهائية لمحاربي الصحراء قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بحيث يسعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية قبل خوض غمار المونديال. ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراة ودية مهمة أمام منتخب بوليفيا، وذلك ضمن استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس العالم. أما بالنسبة لموعد مباراة الجزائر وبوليفيا، سيكون فجر يوم الخميس 11 يونيو 2026، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت الجزائر، و1 صباحا بتوقيت المغرب، وتقام عند الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. أما بالنسبة للقنوات الناقلة، فقد أكدت عدة مصادر أن المباراة ستكون منقولة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، كما أشارت مصادر أخرى إلى إمكانية بثها عبر منصة أو قناة الويب الخاصة بالتلفزيون الجزائري. وبخصوص معلق المباراة، فحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن اسم المعلق. فهل تعتقدون أن المنتخب الجزائري قادر على الفوز أمام بوليفيا في آخر مباراة ودية له استعدادا لخوض غمار كأس العالم؟ وما توقعاتكم بالنسبة لأولى مباراة المنتخب الجزائري في كأس العالم، والتي ستجمعه ضد منتخب الأرجنتين؟